سلام البنات، وش راكم؟ سافا لاباس؟ نتمنى تكونوا كامل بخير وبصحة جيدة. جبت لكم وصفة القناوية البنينة كما العسل. تبعوني خطوة بخطوة راح تجيكم بنينة كيما العسل. لهنا البنات في برمة حطيت طماطم وتوم وبصل اللي كنت رحيتهم في العشوار مع بعضهم، طماطم خضر. راح نفوحهم بالليزيبيس، راس الحانوت، فلفل اكحل، معكر حار وملح. وراح نخلي البرمة تاعي تتقلى مليح ونطيش عليها طروفة تاع اللحم غنمي، ونخلي البرمة تتقلى مليح. بعد ما تقلت البرمة تاعي وخدات التقلية تاعها كاملة، راح نمرقها بإيطرا تاع ونقفل على كوكو تاعي ونخليها طيب ساعة، ساعة ونص حسب اللحم تاعك وقتها يطيب. لهنا البنات نخلي البرمة تاعي طيب ونروح للقناوية اللي كنت غسلتها ونقيتها من قبل، كانت في الكونجيلاتور. راح نروح نقلاها في شوية زيت باه تنحي التلعبيز تاعها زايد عليك، باه كنت عيبها في البرمة ما تدليش تلعبيز باسكو تخرج واحدة تلعبيز، باه كي تقلاها ما تديرش تلعبيز هذاك. شوفوا البنات انا حنقلها في شوية زيت، نبقى نحرك بشوي. لهنا بعد ما تقلت بيان، تقلات هذيك القناوية واللحم تاعي طاب، نحيت اللحم وراح نحط القناوية تاعي فوق لاصوص لي طابت. لهنا البنات شوفوا حنطيش عليها قرايم فلفل حار ونحرك البرمة تاعي غير هكا، نحرك البرمة تاعي مش نحرك بالمغرف. القناوية راهي فراجيل خلا، كنت ديراها بالمغرف ياسر تحركها تخرجت العبيزة ديك ما تجيش ملاح. وخبزت معاها كسيرة سخونة. لهنا البنات عندي الوصفة في القناة تاع الكسرة اللي يحب الوصفة. لهنا البنات هاي القناوية تاعي كيف ما جات خاطرة وبنينة، والقناوية ماهيش رايحة دايبة. وش حنقولكم البنات، بنينة عسل ديروها وما تندموش. ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو وديروا لي كومنتار وجيم. باي باي.